ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من العربيه. ايوه، واحنا قررنا ان احنا هنعمل فيديوهات المره دي. اتفقت انا وايمان يعني ان احنا هنعمل سلسله فيديوهات، يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. يا رب. عايزين نعمل سلسله فيديوهات اسمها ايه؟ البحث عن اكله. ايوه، فاحنا هننزل في الشارع وندور كده على الحاجات على مطاعم، وفي نفس الوقت هنشوف على اليوتيوب مطاعم يكون في ناس جربوها بس محدش لسه يعرف عنها حاجه، ان احنا ننزل ونجربها احنا كمان ونقول راينا فيها. بالظبط. فالنهارده هنبدا معانا باول مطعم، وهو انكل زيزو. انكل زيزو. يعني انكل زيزو ده مطعم احنا شفنا عليه ريفيو من حد برضو معروف، بيشكر في المكان وبيشكر في طعم الاكل والكلام ده كله، فقلنا يلا بينا ننزل نجربه. هو موجود في المظة عند ورا جوباس بالظبط كده. بالظبط. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل سندوتشات كفته، بيعمل سندوتشات شيش، بيعمل حاجه اسمها جارليك. انا جايب بقى ايه؟ حاجه اسمها جارليك. سالته ايه هو الجارليك ده؟ قال لي الجارليك ده شيش بس صدور مش وراك. اوكي. فقلت له تمام. وبيعمل حاجه اسمها ملوك السعاده، وبيعمل برجر. ملوك السعاده ده سندوتش اهو معانا قد كده كبير اهو ما شاء الله. برضو ده عباره عن فراخ زي الفاهيتا كده، وعليها هوت دوج وعليها صوص بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقلنا هنجربه. فاحنا جبنا من عنده النهارده، جبنا من عنده واحد كفته، وجبنا من عنده واحد جارليك. عشان ما لقيتش عنده شيش جبت الجارليك، وجبت اللي هو ايه؟ ملوك السعاده. ممكن زيزو مع الثلاث سندوتشات اللي احنا جبناهم، ونشوف المطعم ده فعلا يستحق ان الناس تروح تاكل من عنده ولا لا. يلا نبدا باول سندوتش. هنبدا كده معانا باول سندوتش. بص، هو حجم الساندوتش بتاعه صغنون خالص، مش قرقوره كبير كده يعني. بص قرقوره قد الايد كده، بس حلو على قد سعره. لان يعني الكفته عنده ب 20 جنيه اللي هو السنجل، الدبل ب 40. بس انا مش عارف ده الكفته ولا الجارليك. احنا افتح وهو زي ما يعني اول حاجه هو لازقها ببلاستر اللي هو بتاع الشيكرتون البلاستر. والله العظيم اهو. ده شيكرتون اهو يا جماعه. حلو. ماشي يعني هنقول ماشي. يلا حلو، ما هو الراجل مش هيكلف اكتر من كده في الساندوتش. شغال مش هنقول لا. ده ايه؟ دي كفته شكلها. ده شيش تقريبا. ده شيش تقريبا. ده الشيش. نقسمه بالنص بقى كده. نقسم بقى ونشوف. انت حته وانا حته. انا حته وانت حته. انت حته وانا حته. يلا بينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حاطط الفراخ وطحينه بس، صح؟ بس حلو على فكره. هو ده عيش سوري صح؟ وعامله في عيش سوري اهو. هي الفراخ وعليها الصوص والطحينه عاديه، بس تتبيله مش وحشه. بس هو مقارنه بالمبلغ اللي انت دفعته حلو. انت دافع 20 جنيه يعني. لا ده 25. الفراخ حلوه محشيه كمان صوص اهو. لذيذ. مش وحشه على سعرها طبعا. لا حلو والله. اصل مش لازم كل حاجه هتتجاب غاليه يعني. حلو. هي التتبيله ممكن تبقى احسن من كده شويه بس مش وحشه يعني. ده كده اول سندوتش معانا من انكل زيزو، اللي هو الجارليك اللي هو شيش بس صدور. 25 جنيه على سعره، على تتبيلته، على طعمه. لا طعمه حلو وسعره معقول. نخش على السندوتش اللي بعديه. ده تاني سندوتش معانا تقريبا. ده كفته صح؟ ده كفته سنجل. انا ما جبتش الدبل وقلت اجيب السنجل عشان بس ندوق من كذا حاجه اهو. هو حاطط بصل وحاطط خضره وحاطط طماطم برضو. لا يعني في طحينه كتير يعني. مكلف السندوتش بصراحه. ده ب 20 جنيه. 20 جنيه على سندوتش كفته.
في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي حلو قوي. ذروت يا باشا. والله وريحته حلوه. بسم الله. بصوا عامل ازاي. دي لقمه كمان. نديله قطمه كمان. عاديه على قد فلوسها. هو فعلا سندوتش عادي، وهو خادمها بالطحينه وخادمها بالطماطم والعيش، بس برضو في الاخر سندوتش ب 20 جنيه. انا بقول لك عاديه على قد فلوسها. حلو قوي. دلوقتي انت لو رحت جبت سندوتش كفته من اي مكان تاني هتلاقي السندوتش عامل حاجه و40 جنيه وممكن حاجه و50 جنيه. فان انا اكل سندوتش كفته ب 20 جنيه طعمه مش وحش، مقبول دي بنسبه كبيره، و لا حلو بصراحه، حلو مش وحش. ده كده تاني سندوتش معانا من اونكل زيزو، وهو الكفته سنجل ب 20 جنيه. هنخش معانا على اخر سندوتش وهو ملوك السعاده. اخر سندوتش معانا، وهو يعني مقارنه بالاحجام فده كده عملاق. ده عملاق جدا بالنسبه لهم. وده اسمه ملوك السعاده، وده ب 45 جنيه. ده مش عيش سوري، ده شكله او العيش اللبناني، ده عيش فرنساوي تقريبا، كايزر. لا مش كايزر، اللي هو فرنساوي، اسف مش كايزر. نفتح مع بعض. يا سلام عليك يا انكل زيزو. 45 جنيه ده مغلفه وغرقان ومزيت وحالته حاله اهو. يعني لو عملنا كده اهو وما اتدلقش مني، غرقان. هو فعلا غرقان. السندوتش اهو فعلا مليان، جواه فراخ وهوت دوج، بصل، طماطم، فلفل. ده صوص ايه؟ كاتشب ده؟ تقريبا ده كاتشب اهو. يعني هنقسم كده برضو. بسم الله. اتفضلي. خد مناديل. اخد مناديل وندوق. بسم الله. وندوق. سخن. مش وحش. بصوا انا مش فاهمه، يعني انا مش فاهم الميكس على بعض، بس شغال وبرده مش وحش كطعم، كتتبيله مش وحش. اديله ايه؟ هو خدمه يعني، فعشان كده يمكن مغليه. بص طعم الهوت دوج باين. الهوت دوج طبعا مش ماركه جامده قوي، طعمه عادي. فراخ طعمها موجود، بس هو حاطط الصوص ده كاتشب بباربيكيو كده على بعض. فده طاغي قوي. انا من عدو الباربيكيو صوص. ماشي. بس فهو حاطط تقريبا صوص باربيكيو على كاتشب. فالباربيكيو عامه انا ما بحبوش قوي، لان هو اول ما بيتحط في الساندوتش بيغطي على طعم اي حاجه موجوده. بس برضو مش وحش. العيش طازه. العيش طازه مش بايت، فعلا طعمه حلو. مش وحش برضو، مش وحش، بس ايه يعني، ايه مطلبوش تاني. لان احنا عايزين يعني ننزل. 45 جنيه ممكن تجيب حاجه تانية، يعني ممكن تجيب حاجه تانية افضل من كده. ممكن. وفي نفس الوقت انا عايز انزل اجرب حاجه جديده، فدي حاجه انا ما فهمتهاش يعني. هي انا عارف الفراخ على الهوت دوج الكلام ده، هو تتبيله الفاهيتا كل حاجه، بس الفكره كلها ان هو راح ضايف عليها هوت دوج كمان بالصوص اللي بتاع الباربيكيو اللي هو حاطه ده ما غطى على طعم حاجات كتير قوي منه اكل.
اجيب اللي هو الجارليك ده او اجيب الكفته بصراحه. يعني انا اجيب من دول بس مش هجيب ده. بس كده دي كانت تجربتنا مع انكل زيزو، اول فيديو ان شاء الله من فيديوهات البحث عن اكله. ان شاء الله كل ما هننزل ونروح مكان او نشوف فيديوهات لناس عامله الاماكن محدش يعرف عنها حاجه، هننزل ونروح لها ونجربها، وهنقول لكم اذا كان حلو ولا وحش، ونقول لكم التجربه بتاعتنا، وان شاء الله الفيديوهات تعجبكم كلها. يكون الفيديو بتاعنا بتاع النهارده عجبكم، يا رب يكون عجبكم فعلا، واستنونا دايما في فيديوهات كتيره وجديده من يوميات سليم وإيمي. باي باي.